سلام المسيح كيفكم؟ اليوم حابب أتكلم عن المنام يلي أنا شفته أو نقول بلكي الرؤيا ما بعرف راح أتكلم لكم عن المنام يلي أنا اليوم شفته. فأنا اليوم شفت في المنام إنه قبل ما أشوف المنام فقط من النوم هيك ما بعرف الرب هيك فيقني من النوم، وما بعرف كلمة زلزال كان على قلبي وأنا هيك عم شوف حوالي ما في شي، يعني الكل نايم وما في زلزال وهيك. فرجعت نمت وبعدين شفت الزلزال، انه شفت انه انا في البيت وعم يصير زلزال وانا عايش هون في المانيا، يعني عم يصير زلزال والدنيا برا عم تخرب وكمان لسه في حروب كثيرة. الطائرات ما عم توقف، عم تقذف واحنا عم نهرب وهدول الشغلات. فبعدين انا كنت خايف كتير وفقت من النوم، قلت يعني إيش في، يعني كنت خايف كتير ففقت ما في شيء. فشفت هاي اللوحة اللي وراي هاي فوقي، تمام. شفت هيك عم يجي منها صوت كل هيك كم ثواني، عم يجي هيك منها صوت وكأنه رح تطب. فأنا هيك خفت، قلت بلكي عم يصير زلزال عنا يعني هيك. فمن بعدها رجعت نمت وشفت حالي، يعني رجعت، يعني شلون بدي أقولكم، رجعت فتت في المنام إيه، والمنام يعني عم كمله. إيه، عم شوف إنه عم فيق العائلة وهيك، وإنه نهرب وعم تخرب الدنيا وعم فيقهم. ومن بعدها آه عم نطلع من البيت وعم نهرب والطائرات ما عم توقف. هيك بعيوني عم شوف شلون كل ثلاث أربع طيارات هيك بينزلوا بيخصفوا وبيروحوا، والزلازل عم تصير على الأرض. فتنا في بيت، البيت كان يعني مش مقذوف بس من الزلزال، شغلات يلي جوات البيت كله يعني كله في الأرض وخربان وهيك. يروح 10 دقايق بيجي أصحاب البيت، بقول أجوا أصحاب البيت رح تصير مشكلة وهيك. بيجوا بيقعدوا، هم كمان كانوا يعني مؤمنين، إيه. فبيصلوا وبعدين بيرنموا، لما بيرنموا أنا كمان يعني برنم معاهم وهيك. وبعدين يعني كل خوفنا إنه الناس يلي برا الحرب يلي عم تصير إنه يجوا يكمشونا ويقتلونا وهيك. إيه كان هيك. وبعدين أنا رجعت فقط، وهذا كان الحلم إنه عن الزلزال والحروبة. فسبق أنا كمان شفت هيك حلم بس نسيته يعني. إيه، راح تقريبا شهر شهرين سمعت إنه صار في زلزال في عفرين وتركيا، يعني سوريا وتركيا. هلأ من بعد ما أنا شفت هذا الحلم فتأكدت إنه الشغلات يلي عم شوفها بعدين عم تصير، فقلت خليني أحكي فيه بفيديو. يعني ما بنعرف شو بيصير وهيك، بس أنا عندي هلأ كم آية راح أورجيكم إياها، أنتوا كمان اقرأوا معي ونشوف. أول آية بتقول لي إنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. بعدين الرب يقول كمان آه وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء. و- وكمان آخر آية بتقول ويكون ذلك إني أسكب روحي على بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتك وبناتكم، ويحلم شيوخكم أحلاما، ويرى شبابكم رؤيا. فهون الرب يعني بيقول يعني احنا هلا حاليا بآخر الزمن، وتقريبا العلامات يلي في الكتاب المقدس كلها عم تصير. هون عم يقول انه احنا رح نشوف يعني كتير رؤيات ومنامات انه بالشي اللي رح يصير في المستقبل، يعني مثل زلازل وهدول الشغلات يعني كلهم عم تصير وكمان عم تشوفوا. وهون الرب عم يقول انه رح نشوف يعني كتير شغلات. انا يعني خلص انه احنا المؤمنين بنعرف انه راح يصير هيك، انه راح يصير هيك في المستقبل. فما لنا خايفين ابدا، لانه الهنا هو الرب يسوع المسيح، وقال انه انا هو نور العالم، انه انا الاله، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. يعني بيضمن له الحياة الأبدية يلي بعد الموت 100%. أو بعدين بيقول بل له نور الحياة، يعني الحياة الأبدية، أيوة. فإحنا ضامنين الأبدية وما عنا أي خوف من الحروب أو الزلازل أو أي شيء. وبالعكس لما يصير أي شيء هيك يعني إحنا عنا الثقة بالرب،
ونسبح الرب عن مجيئه الثاني، وآمين.